الكلام اللي انا هقوله لك ده مش هيخليك مصدق نفسك. لاول مره في العالم باحثين في مختبرات اوزمو قدروا ينقلوا الريحه بالتليبورتيشن. انت متخيل مدى جنون الموضوع اللي انا بقوله لك؟ خليني اشرحه لك وابسط لك الموضوع. احنا البشر لحد دلوقتي قدرنا ننقل حاستين بس في التليبورتيشن. اول حاجه الصوت اللي قدرنا ننقله بالسماعات والتليفونات، وتاني حاجه الصوره اللي قدرنا ننقلها عن طريق الشاشات. وده قدرنا نعمله عشان لقينا طريقه نتلقى بيها الحواس دي بشكل رقمي ونحولها لبيانات نقدر نبعتها في نفس اللحظه. ولكن دلوقتي قدروا يعملوها مع الريحه. يعني نظريا لو قدروا يكرروا العمليه دي بره المعمل اللي بيشتغلوا فيه، بعد كده قدام بدل ما بتبعت لصاحبك صوت او صوره هتقدر تبعت له ريحه. وعارف الفكره اللي جت في دماغك دلوقتي؟ يا ساتر بقى على الشركات والمشاريع اللي هتطلع من ورا الموضوع ده. انا هسيبك انت في الكومنت تقول لي ايه الافكار اللي جت في دماغك ممكن تبعتها لصاحبك. والاغرب من كده ان هم اصلا ادوا الكمبيوتر حاسه جديده. يعني مثلا تيجي مثلا في 2035 الايفون بتاعك مثلا ممكن يقول لك ريحتك وحشه قوم استحمى. واول ريحه رسميه قدروا يعملوا لها تليبورتيشن وهي البرقوق. وبس كده.